السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا أصدقاء. الفيديو دوت. أنا بشوف طبعا الفيديوهات إن في ناس بتتفرج عليها، وما شاء الله أكتر حاجة شايفاها الناس بتتفرج عليها وبتسأل أسئلة فيها المجال التدريس. أعتقد في مدرسات كتير بيتفرجوا عليا أو مدرسين، وفي كذا حد سألني سؤال. مش أسئلة كتير قوي يعني، بس في كذا سؤال وكذا سؤال متكررين. فقررت أعمل الفيديو دوت عشان لو حد بيدور تحديدا على مجال التدريس يعني، وعنده نفس السؤال يلاقي الإجابة على طول من غير ما يقعد يدور في الكومنتس حد سأل ولا لأ. فيا رب يكون حاجة مفيدة. بس التذكرة إن أنا برد على الأسئلة ديت من الإكسبيرينس الخاص بتاعي. محدش ياخد كلامي أنا ويروح ينفذه أو يصدقه هو وبس. do your own research، ما تاخدوش كلام شخص واحد وتمشوا وراه. اعملوا بحث بتاعكم واسألوا كذا حد. بس أنا على قد ما أقدر والله هجاوب على حسب معلوماتي، ولو حاجة مش متأكدة منها مش هفتي فيها يعني. أنا كتبت الأسئلة في ورقة وطبعتهم actually، فهبص على الورقة عشان أرد على الأسئلة. أول سؤال، وكذا حد سألني السؤال دوت اللي هو خاص برخصة التدريس. هل لازم رخصة للتدريس؟ وتاخد وقت قد إيه علشان تطلع؟ لازم لايسنس للتدريس أيا كان. أنت هتشتغل في مدرسة ابتدائي، في مدرسة ميدل سكول، في مدرسة هاي سكول، أو حتى في الجامعة أو في الكوليدج، لازم لايسنس. ومفيش أي حد هياخد رخصة تدريس مجرد ما يعمل معادلة. في سؤال عن المعادلة هجيله، بس رخصة التدريس اللي هي اللايسنس ديت هنا في كيباك اسمها بريفي دانسونيمون، اللي هي لايسنس للتدريس. لازم يكون معاك شهادة عشان تاخد اللايسنس دوت. على حسب معلوماتي والله أعلم، اتأكدوا برضو واعملوا اون ريسيرش وتواصلوا مع الجامعة أو مع الامبلوير او المدرسه اللي عامله الاعلان مثلا، اسالوها لو انتوا عايزين تيجوا على العمل على طول. بس على حسب معلوماتي انك لو انت شهادتك من خارج كندا، لما تيجي هنا لازم هتدرس مينيمم سنتين علشان تقدر تاخد رخصة تدريس. سواء انت مدرس بقالك 10 سنين 20 سنة وعندك سبيشاليزيشن في مادة معينة، حتى مثلا مدرس هاي سكول متخصص في ماثيماتكس، لما تيجي هنا مينيمم هتدرس سنتين علشان تقدر تطلع لايسنس من هنا من كندا وتقدر تشتغل مدرس في كندا. اعتقد في مدارس خاصة ممكن تاخد حد ان هو يشتغل عندها مدرس لو اثبت ان هو in the process of obtaining اللايسنس بتاعته. يعني انت تكون قدمت على دراسة وبتدرس بالفعل، فياخدوك كده ايه يعني، زي ما يكون conditional employment لحد لما رخصتك تطلع وتخلص الشهادة بتاعتك. انا اعرف حد جايب بكالوريوس من بلدهم وكان بيشتغل مدرس 10 سنين في بلد من مصر تحديدا actually، ولما جه هنا اشتغل في مدرسة إسلامية في أروى، وعمل ماستر اوف education في سنتين، وساعتها قدر يطلع اللايسنس excuse me، وبقى qualification بتاعه كمان ماستر اوف education. فديت كمان نططت يعني زي المرتب بتاعه اكتر، ان لو انت معاك شهادة اعلى او معاك يعني شهادة بعد البكالوريوس، الباي بتاعك بيكون according to your education، يعني according to your years of education. فرخصة التدريس مش هتيجي من البلد عشان انت مدرس في بلدك تيجي على كندا يقوم عاملين لك الايكوفالنس وتاخد رخصة تدريس. مش هيحصل. لازم هتدرس at least سنتين. ممكن يكون في اقل من كده، بس انا على حسب معلوماتي في اونتاريو وفي كيباك سنتين. كيباك ممكن تكون اصعب actually. وتاخد وقت قد ايه الرخصة على حسب انت هتدرس قد ايه. هتدرس بكالوريوس من اول وجديد هتاخد 4 سنين، هتدرس سنتين ماستر هتاخد سنتين. اذا انت لقيت دبلومة اقل من كده ويدوك اللايسنس يبقى اقل من كده، بس على حسب معلوماتي مينيمم سنتين. حد سألني عن الخبرة. انا مدرس او مدرسة في بلدي بقالي 10 سنين خبرة، بقالي whatever. هل الخبرة بتحسب؟ الخبرة بتحسب، ايوه، بس لو انت ما معكش اللايسنس الخبرة الخبرة هتنفعك انت يعني. لكن انت لو ما معكش رخصة ومش هتشتغل مدرس، الخبرة مش هتفيدك في حاجة قوي يعني، لو انت مش بتشتغل في مجالك يعني. فهي تحسب بس without a license مش قوي. مكتوب، حد سألني برضو لازم المعادلة تتعمل الأول وبعدها الدراسة. أيوة. المعادلة اللي هي الايكوفالنس بتاعت شهادتك اللي في بلدكم ديت مجرد ورق. الايكوفالنس ديت حاجة انت مش هتمتحن لها،
ديت مجرد ان انا مثلا اتخرجت من مصر ومعايا بكالوريوس، كل اللي عملته اني ترجمته عند ترجمة معتمدة هم بيعتمدوها، وقدمت لهم الورق ده للجوفرمنت، وهو راح الورق بتاع البكالوريوس بتاعي. بتاخد من اسبوعين ل6 اسابيع على حسب عندهم طلبات كتير ولا لا، بس هي من اسبوعين من اسبوعين ل6 اسابيع. وبيتبعت لك الورق في الميل، بترجع لك شهادتك الاصليه اللي انت بعتها لهم، ومعاها الايكوفالنس دي عباره عن ورق يعني معادله شهاده. هتلاقيهم باعتين لك شهاده من الجفرمنت بتاعتهم بالمعادله بتاعتك. فانا المعادله بتاعتي رجعت لي ورقه منهم بتقول ان انا دراستي ما تعادل بكالوريوس ساينس من كيبك. فهي مجرد ورق، فبياخد مجرد ما تقدم عليه ويكون مترجم معتمد اوريدي، هم مش هيقبلوه لو مش مترجم للانجليش او للفرنش from 2 to 6 weeks وهيوصل لك. في واحدة سألتني عن العلاج، هل العلاج الصحي مجانا لكل الناس ولا مش عارفة سألت ولا ايه تاني يعني. هو العلاج هنا فعلا مجاني لكل الناس، بس لو انت مثلا شخص لسه واصل ومش هتقعد هنا مش هيعالجوك بالمجاني. اول ما توصل كندا لو انت immigrant او انت student بتقدم على حاجه اسمها الهيلث انشورنس كارد. هنا في كيبك تبع الرام كيو اللي هو ريجي داسيغونس مالادي دي كيبك، اللي اعرفه في اونتاريو اسمه اوهب اللي هو الانتاريو هيلث انشورنس بلان. والكارت ده الصحي ده بتقدم عليه، من وقت ما بتقدم عليه بياخد 3 شهور عبال ما يوصل لك. فانت لو لسه جاي النهارده وقدمت النهارده مش هيوصل لك الكارت غير بعد 3 شهور. لازم تبقى قعدت في البلد 3 شهور، فانت معاك 3 شهور يعني يعني ما فيش علاج على حسابك. لو احتجت علاج هتروح هتدفع من جيبك حاجات سياحية يعني. فإن شاء الله كل الناس بتعيش يعني كده ايه بالدعاء يعني ان ربنا يسترنا ال3 شهور دولت لحد لما الكارت يجي لك. وقت لما الكارت بيجي لك الكارت بيجي لك لو انت ريزيدنت او لو انت كندي معاك الجنسية الكندية. فلو انت شخص لسه جاي وبتقدم على اوراقك مثلا وهتبقى permanent resident بيدولك الكارت، بس بيوصل لك بعد 3 شهور. العلاج المجاني بس حابه اقول انه ما فيهوش دنتال ولا فيجن. النظر مش كفرد مش بالمجاني، والعلاج الاسنان مش بالمجاني، كله هتدفعه من جيبك ما عدا الاطفال لاقل من 12 سنه. في بسم الله الرحمن الرحيم العلاج ببلاش تماما، حتى الادويه لو احتاجوا ادويه الادويه ببلاش، والاسنان ببلاش لحد 12 سنه، والنظر ببلاش لحد 12 سنه. بس في بادجت يعني لو ابنك محتاج نظاره اعتقد بيدوك $200 كل سنتين او حاجه زي كده عشان النظاره. الاسنان كله كفرد لو حشو او حاجه، ما عدا بقى لو انت مثلا عملت الحشو التجميلي اللي هو بدل ما اللي هو لونه جري دوت يبقى لونه الابيض، انت تدفع الفرق لو انت عايز الحاجات التجميليه يعني ديت مش كفرد. و12 سنه ديت لحد معلوماتي لحد ما انا ولادي عدوا ال 12 سنه، فممكن يكون السن الكرف اتغير انا مش متاكده. شيكوا دوت على الرام كيو ويب سايت، او لو انتوا رايحين اونتاريو على الاوهب. باقي كندا اعتقد هيكون سيميلر لكن انا معرفش. ده بالنسبه للعلاج المجاني في كندا. وطبعا لو حد عي او حد عايز عمليه او اي حاجه زي كده طالما معاك الكارت كل دوت كفرد، مش بتدفع ولا مليم، ولو انت بتشوف دكتور، ولو انت بتعمل عمليه جراحيه، ولو انت مقيم في المستشفى كل دوت كفرد. المهم يكون معاك الهيلث كارد، والهيلث كارد لازم تقدم عليه، واسرع حاجه يجيلك بعد 3 شهور زي ما قلت. في واحده اخت سالتني، هي مدرسه في بلدهم بس هي مش متخصصة في المرحلة الأساسية اللي هي الابتدائية اللي هي elementary school. هل ممكن تدرس في elementary school؟ لأ، لو أنت شهادتك الجامعية أو الدراسة بتاعتك ما كانتش المرحلة الأساسية أو الابتدائية elementary school ما ينفعش تدرس في elementary school. elementary education بيعتبروه specialization، فلازم تكون دارس specialization دوت علشان تقدر تدرس في المرحلة الابتدائية على حسب معلوماتي، والله أعلم. واحدة أو واحد مش متأكدة كان سألني هل لازم خبرة علشان نقدم على شغل أو نشتغل؟ لا مش لازم خبرة، الخبرة بتساعدك انت، حتى لو هما ما خدوش الخبرة بتاعتك ديت انت account. انت لو شخص عندك خبرة بتبقى داخل على الشغلانة وانت confident وعارف انت بتعمل ايه يعني. لكن هي مش شرط for sure يعني، هي مش عشان ما معكش. كل الناس you have to start somewhere، فلو انت عندك خبرة هتشتغل، لو انت ما عندكش خبرة هتشتغل عادي يعني. I don't think it's necessary. في كذا حد سألني أخت عن هل المشكلة بالنسبة للسيدات المحجبات، سمعت إن في قانون يمنع الحجاب. ده حقيقي
في قانون في كيباك اسمه بيل 21 لوا 21. اعتقد البيل ديت عدت سنة 2017 اعتقد في الصيف او 2018 مش متأكدة، ان هي تمنع السيدات المحجبات او هم بيقولوا عليهم religious symbols. تخشوا اعملوا جوجل على بيل 21 في كيباك. تمنع اي حد شغال في مكان حكومي، يعني مدارس، محاكم، government offices مثلا زي passport office، اي حاجات كده، تمنع اي religious symbols. هما بيقولوا هي in general religious symbols، بس هما تحديدا يقصدوا السيدات المحجبات والناس اللي هما من الهند، اللي هما السيخ اللي بيلبسوا مش عارفة اسمها ايه البتاع اللي على راسهم ديت، مش توربن، حاجة تانية، اللي هم السيخ الهنود، السيخ اللي بيلبسوا الريليجيوس سيمبل، هم تارجتنج الناس دول تحديدا، بالذات السيدات المحجبات. ده حقيقي في قانون كده. لكن لما القانون ده اتعمل وطلع، السيدات المحجبات اللي كانوا اوريدي بيشتغلوا وعندهم وظائف في المراكز دهيت ما خسروش شغلهم، بس ممنوع يخرجوا من شغلهم. يعني هي مثلا مدرسة ممنوع تقدم مثلا في مدرسة تانية، لو نقلت مدرسة يطيروها بره، لازم تفضل في نفس المدرسة اللي هي فيها. وما فيش بروموشنز، لو هي مثلا مدرسة ما ينفعش تقدم مثلا تبقى فايس برنسبل حاجة، ممنوع البروموشنز، حابسينهم في البوزيشن اللي هم فيه. لكن اي حد عايز يقدم من جديد ولابس حجاب مش هياخدوه. طبعا السيدات المحجبات في ناس محتاجة تشتغل، في ناس لازم تشتغل. يعني لها تقدروا تقولوا تحايل شوية على القانون. وطبعا على حسب انت مقدمة فين، في سكول بوردز وفي مدارس ناس open minded شوية وشايفين ان دوت قانون متخلف. هو فعلا متخلف وملوش اي لازمة، عنصرية absolutely. في طرق، يعني ممكن تلبسي الطرحة على ورا، تعمليها سبانيش، مش المهم غيري شكلها، ما يبقاش شكلها يخضهم كده ان هو طرحة يعني فعشان تشتغلي. لكن هو القانون دوت موجود only في كيباك. فلو اي حد بيقدم على شغل تدريس وانتي محجبة، ما انصحكيش تيجي على كيباك الا لو لغتك فرنساوي. لو لغتك مش فرنش وانتي محجبة، روحي اي حتة تانية في كندا، ما تجيش على كيباك. لكن لو لغتك فرنش وجيتي على كيباك، اعملي موديفيكيشن للحجاب بتاعك، ما ينفعش يبقى شكله حجاب والا مش هشغلوكي. في حد تاني سألني على الدراسة، هل فعلا في المحتوى الدراسي بيدرسوا الطلبة الشذوذ الجنسي والحاجات ديت؟ مش بيدرسوها لهم، هي موجودة طبعا. الطلبة في المدارس في حواليهم يعني الولاد في الهاي سكول في حواليهم كابلز، بنات مع بعض، كابلز ولاد مع بعض. في ناس اللي هم غيروا جنسهم، يعني اللي هم الترانس جندر. بنت كانت السنة اللي فاتت ولد، السنة اللي فاتت كانت بنت، السنة دي بقت ولد، والعكس. ده موجود، فهو حواليهم already، يعني هم they're exposed to it. لكن هم مش بيدرسوها لهم. هي خلي بالكم الترانس جندر يعني هتعمل كذا كذا كذا، لا هي مش بتدرس، لكن هي inclusive، يعني هم موجودين وسط الطلبة دولت موجودين وسط الطلبة. هم مش بيدرسوه لهم كمنهج يعني، لكن بيدرسوهم مش سكس education تحديدا بالظبط كده يعني، بس جزء من ضمن البيولوجي او العلم الساينس، ان هم بيدرسوا لهم كل حاجة بيولوجي يعني خاصة بالجسم. في المنهج بتاعهم لما بيدخلوا الهاي سكول بيعلموهم اللي هي السكس اد شوية، بس مدخلينه في البيولوجي يعني، اللي هي contraception والحاجات ديت، ويستعملوا ازاي الحماية يعني عشان ما يحصلش حمل او حاجة زي كده. فديت موجودة. فده دورنا احنا كأهل وكبيرنتس مسلمين، يعني ان احنا نعلم ولادنا الصح ونفهمهم اللي هيسمعوه هيشوفوه، عشان هم يبقوا جاهزين وفاهمين الصح actually. ما زي ما احنا كده، ما هو انا عايشة في وسط مجتمع كده وبشتغل مع الناس ديت، والحمد لله انا عندي الاساس وما يكفيني من ديني ومن معلومات اللي هي تعرفني انه انا عارفة حدود الله، واللي حواليا دوت هو حواليا بس ما يأثرش عليا. فدور الرول بتاعنا كبيرنتس يعني. لكن هم هيعلموهم الشذوذ؟ لا. فهي يعني هي بالانس شوية، هي حاجة مش حلوة طبعا بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لديننا وحدود ربنا اللي احنا عارفينها، والحلال والحرام. فده دورنا احنا كأهل، انه احنا تنستيل دوت في ولادنا على قد ما نقدر. وربنا يحفظ ولادنا يا رب كلهم. في حد سألني أي مقاطعة أفضل في مهنة التدريس؟ صعب السؤال دوت، لأنه
انا ما عشتش غير في اونتاريو كيبك. أم، افاضل ما بين الاتنين، كل حاجه في كل واحده فيها حاجات بوزيتيف عن التانية. يعني كيبك تعتبر مستوى معيشة كويس الحمد لله. أرخص من أونتاريو تعتبر في البيسكس، يعني في الرنت، في حق البيت، في انشورنس العربية، في حتى تمن الأكل تعتبر أرخص شوية من أونتاريو. لكن لو انت واحدة ست محجبة ما تعتبرش أحسن من أونتاريو، لأن فيها جزء عنصرية ضد المحجبات. فعلى حسب انتوا البرايورتيز بتاعتكم ايه. زائد حد مثلا اللغه بتاعته مش فرنش، ما انصحوش يجي على كيبك. انا لغتي ما كانتش فرنش وجيت على كيبك، ولحد دلوقتي انا بتعامل بيسك، في التعامل البيسك يعني وسط الناس. لكن ما زلت ما هياش لغتي الاولى، ولا هي اللغه اللي انا بمارسها every day. ما بحبهاش actually. شايفاها صعبه يعني. والعنصريه بتاعتهم ضدنا بتخلي الواحد مقفول من لغتهم actually even more. فالسؤال ده صعب. شوفوا يعني، اعملوا your own research وانتوا فضلوا ما بين ايه البرايورتيز بتاعتك. ان انت تشتغل شغلانة واحدة، اللغة مش مشكلة عندك. آه، آه، لو انت عندك أسرة اعتقد كيباك هتبقى افضل، ان هما بيدوا مثلا اجازات للسيدات اللي بيولدوا اطول. في اللي هو الدي كير بتاع الاطفال ارخص من اي حته تانية في كندا. فاعملوا شويه ريسيرش في بوزيتيفز وفي نيجاتيفز لكل مكان، مفيش حاجه احسن من حاجه. ساعديني، هل ممكن تساعديني احصل على وظيفه؟ كذا حد اكشلي سالني السؤال دوت. حد سالني على التمريض وحد سالني على التدريس. انا متاسفه جدا والله، لان انا بشارككم الاكسبيرينس بتاعتي واللي انا مريت بيه ما بين دراسه وما بين شغل هنا. لكن انا ما عنديش ريسورسز ولا عندي معلومات تكفيني ان انا اشوف لحد وظيفه. دوروا يا جماعه، كل حاجه اونلاين. في عجز دلوقتي في التمريض في كيبك وفي كندا كلها اكشولي. فلو حد بيشتغل في مجال التمريض تحديدا اعتقد هيعمل لكم تسهيلات عن التدريس كمان. لان التمريض من كتر العجز اللي هم فيه بقوا عاملين تسهلات كتيرة جدا انهم يقبلوا الناس. ومن اول ما بيجوا بيشتغلوا على طول كونديشنال برضو ان انت تبقى مقدم على الدراسة وبتدرس بجانب الشغل. بس التمريض اي حد هيجي هيحصل شغل في التمريض اسرع من التدريس لو انت في مجال التمريض. بس كده اعتقد ده اللي انا كتبته. دي الاسئله اللي جات لي so far، اللي انا حسيت ان انا لو شاركت اجاباتها ممكن تساعد كذا حد. لو عندكم اي سؤال تاني اكتبوا لي وان شاء الله بجاوب. انا على فكره اللي بيسالني سؤال بكتب له كومنت، يعني I reply back على حسب معلوماتي، ما تنسوش. ومتاسفه ان انا مش هقدر اساعد حد يدور على يجيب وظيفة او يقدم على دراسة. انا بقول general information، يا رب يساعدكم في حاجة. لكن انا ما اقدرش اساعد حد شخصيا، لانه ما عنديش الانفورميشن الكافية ولا عندي المصادر الكافية ان انا اعمل حاجة زي كده. وربنا يوفقكم يا رب كلكم في الوظائف اللي نفسكم فيها والدراسة اللي نفسكم فيها. واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.